ظهير جزائري خارق. هذا ما وصف به النجم الجزائري ريان آيت نوري الظهير الأيسر لنادي وولفرهامبتون، بعدما حسمت إدارة النادي الإنجليزي موقفها من بيعه في ظل اهتمام من كبار الأندية الأوروبية. ارتبط اسم النجم الجزائري ريان آيت نوري الظهير الأيسر لنادي وولفرهامبتون الإنجليزي بعدد من الأندية الأوروبية الكبرى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل المستويات التي يقدمها. نادي وولفرهامبتون حسم موقفه من بيع النجم الجزائري لتكشف تصريحات أحد المسؤولين في النادي الإنجليزي الموقف النهائي ومصير نجم منتخب الجزائر من الرحيل في الصيف الحالي. المدير الرياضي لنادي وولفرهامبتون مات هوبز تحدث بشكل غير مباشر عن موقف النادي من رحيل نوري في الصيف الحالي، بالحديث عن بعض الراحلين عن الفريق. مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وكذلك ليفربول كانت أبرز الأندية الكبرى في أوروبا التي ارتبط اسم ريان آيت نوري بالانتقال إليها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. هوبز أكد أن إدارة النادي الإنجليزي عملت على بيع الظهير الأيسر للفريق هوغو بوينو خلال الصيف الحالي، والذي رحل نحو نادي فاينورد الهولندي خلال الأيام الماضية. وأوضح المدير الرياضي لولفرهامبتون أن بوينو كان يدرك موقفه مع النادي، وذلك منذ الموسم الماضي، وظل غائبا عن المباريات بسبب تألق الجزائري رايان آيت نوري، والذي وصفه بأنه كان خارقا للعادة. تصريحات المسؤول في نادي وولفرهامبتون كانت واضحة وإن لم تكن مباشرة، فالنادي الإنجليزي يتمسك باستمرار الظهير الجزائري، وذلك في صفوفه على الأقل خلال الموسم المقبل. نوري خلال الموسم الماضي قدم مستويات مميزة للغاية، وأظهر مرونة تكتيكية كبيرة تدفع أي مدرب للاحتفاظ به في تشكيلته، فهو يجيد اللعب كظهير أيسر وكذلك في مركزي الجناح بقدرات كبيرة ومستويات متميزة وفي كل المراكز. إدارة وولفرهامبتون قد توافق في النهاية على رحيل رايان آيت نوري وذلك عن صفوف الفريق، لكن هذا لن يتم إلا في حال وصل عرض مالي خيالي لا يمكن رفضه في ظل مستوياته الخارقة. العقد الذي يربط الظهير الجزائري بناديه الحالي وولفرهامبتون يمتد حتى شهر يونيو عام 2026، كما يملك في عقده بندا يتيح تمديد التعاقد لموسم آخر لينتهي في صيف عام 2027. القيمة السوقية الحالية لرايان آيت نوري تبلغ 35 مليون يورو، لكن رحيله عن صفوف وولفرهامبتون في ظل مستوياته وقناعة إدارة النادي بقدراته لن يتم إلا في حالة الحصول على 70 مليون يورو على أقل تقدير. حتى الآن لم ينجح مانشستر يونايتد أو مانشستر سيتي أو نادي ليفربول في ضم ظهير أيسر يضاهي في قوته النجم الجزائري نوري، ما يعني أن الاهتمام به لم يتوقف حتى الآن.